السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ اللي مهتم بالجديد والمفيد في عالم التطبيقات اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد ومفيد في عالم التطبيقات. في القناة عندي اقدر افك التطبيقات الحديثة اللي بتسهل عليك حياتك اليومية والتطبيقات الفيك وكمان التطبيقات الهاكر. النهاردة ان شاء الله مع شرح تطبيق جديد هو اسمه كوبي ماي ديت. التطبيق ده مساحته 21 ميجا، محمله اكتر من 50 مليون شخص. التطبيق ده تطبيق خاص بنسخ البيانات بتاعة الموبايل بتاعك من على موبايل لموبايل اخر. جبت موبايل جديد، حبيت تغير الموبايل بتاعك، حبيت تنقل البيانات على موبايل اي حد عندك مثلا لحد ما تجيب موبايل، او الموبايل مثلا قرب يبوظ او اتكسر او حصل فيه اي مشكلة وانت حابب تنقل البيانات، فانت بتقدر تنقلها كلها من خلال الموبايل بتاعك القديم لاي موبايل تاني جديد. بس بشرط لازم يكونوا الموبايلين متصلين بنفس شبكة الانترنت او نفس شبكة الواي فاي اللي موجودة عندك في البيت. ده شرط اساسي ان انت تقدر تنقل بيهم البيانات من الموبايل لموبايل. تقدر تنقل كل الحاجات بتاعتك وتنقلها بكل التفاصيل، كل المحادثات بتاعتك اللي على الواتساب، الرسائل بتاعتك، المكالمات بتاعتك الصوتية، الفيديوهات، الصور، البرامج، التطبيقات، كل حاجة بتقدر تنقلها من الموبايل القديم للموبايل الجديد. وكأن كأنك جبت موبايل جديد بنفس الاشكال ونفس كل حاجة كانت موجودة على الموبايل القديم بتاعك، من خلال كيو ار كود بيكون على بيعملوا التطبيق ده يعني. وبتقدر تنسخ من هنا لهنا بكل سهولة. ده كده الغرض من التطبيق وده فايدة التطبيق. مشكلة التطبيق ان هو اول حاجة بيتضمن اعلانات وبيطلب منك الاشتراك وشراء التطبيق. تاني حاجة التطبيق بيكون باللغة الانجليزية مفهوش لغة عربية. تالت حاجة في بعض الناس بتشتكي انه بيحصل معاها، بس ده طبعا مش كتير، ان هو لما بيجي ينقل البيانات بيلاقي البيانات بتاعته اتمسحت. قد تحدث علشان قد تكون في يعني بيحصل خلل في التطبيق في بعض الاحيان، فبيحصل عند ناس ان هو ممكن يجي ينقل البيانات من هنا لهنا، ممكن يجي مسح الداتا كلها. دي بتكون يعني سوء حظ مثلا للناس دي. بس كده يعتبر ابسط شرح للتطبيق بالنسبه للمميزات والعيوب. لو عجب شرح التطبيق يا ريت تدوس لايك للفيديو. لو عايز شرح تطبيق معين يا ريت تسيب لي في الكومنت. لو شفت ميزه او عيب للتطبيق في اي تحديث من التحديثات القادمه اكتبها في تعليقات الفيديو. بالمناسبه في تنويه بسيط حابب ان انا انوه الناس ليه. لو انت شاهدت الفيديو بتاع شرح تطبيق معين بعد فتره من نزوله، يعني بعد 6 شهور، بعد 7 شهور، 8 شهور، 10 شهور، سنه، وحملت التطبيق ولقيت التطبيق مختلف، بالنسبه في عيوب انا ما قلتهاش او في مميزات انا ما قلتهاش، فده بيكون لان دي تطبيقات، فالتطبيقات بيكون ليها تحديثات مستمريه. قد تكون التحديثات دي ايجابيه وقد تكون سلبيه. فلو انت اكتشفت المميزات والعيوب ما تلومنيش وتقول لي انت ما قلتش الحاجات دي ليه، لان انا بشرح الفيديو في الوقت بتاع اخر تحديث للتطبيق، اللي هو مثلا انا شرحه مثلا من 6 شهور. يعني انا شرحه عن من 6 شهور كان في الايجابيات والسلبيات دي. انت بقى لو محمله بعديها بسنه، ب7 شهور، ب8 شهور بكده، واكتشفت حاجات جديده اكتبها في تعليقات الفيديو وساعد غيرك وفيد غيرك. اما لو حابب ان انا اشرح لك التطبيق ده نفسه تاني بعد فتره من نزوله عشان انت حابب تحمله، فاكتب لي وانا هعمل لك شرح تاني للتطبيق بالمميزات بتاعته الجديده وبالسلبيات والايجابيات بتاعته وكل حاجه عن التطبيق الجديده. اكتب لي في تعليقات الفيديو انت عايزني اشرح لك ايه بالظبط وانا هشرحه لك. ولو حابب ان انت تلغي اشتراكك او اشتركت في تطبيق وحابب ان انت تلغي الاشتراك اكتب لي وانا برضه هقول لك ازاي تلغي الاشتراك. ولو عايز ازاي تفعل تطبيق او تشغل تطبيق على الموبايل بتاعك برضه اكتب لي وانا انزل لك فيديو بكل الشرح وكل التفاصيل اللي انت عايزها. بس كده، شكرا، سلام عليكم.